بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أحد الصحابة. يقول الصحابي رضي الله عنه: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع كاد أن يهلكني، وجع شديد جدا، وفي رواية في جنبي منذ أسلمت. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على المكان الذي يؤلمك، وفي رواية ضع يمينك على المكان الذي يؤلمك، ثم قل بسم الله 3، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر 7 مرات، 7. يقول الصحابي: ففعلت ذلك فأشفاني الله عز وجل، فأصبح يأمر به أهله وأصدقائه. أحبتي في الله، هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، منها تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو زار أحد أصحابه، ولذلك نحرص على زيارة إخواننا المرضى من باب الحصول على الأجر، وكذلك من باب التخفيف عليهم، وربما نفعتهم بكلمة أو كلمتين. أن الإنسان أول ما يحس بالألم يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو الله فهو الشافي سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن الدعاء الأدعية التي كان يدعي بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا الصح، هذا المفهوم. وفي الآية يقول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين فلا شافى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء، الطبيب والحبوب والعلاجات، كلها سبب، وأهم الأسباب هو الدعاء. فلذلك أحبتي، إذا مرض الإنسان مفروض أنه يتوجه إلى الله. للأسف بعض الناس أول ما يصيب ألم يفكر بالعلاج، يفكر بالطبيب، وهذا أكبر مثال لنا. لو أحد أتى إلى واحد منكم وقال: أحس بألم في رأسي أو في بطني، فيقول: كل بنادول. أول شيء ينصحه بالحبوب. لماذا يا أخي؟ قل يا أخي توجه إلى الله، ادعو الله عز وجل. فالمفروض أول ما يشعر الإنسان بالألم أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أحبتي في هذا الدعاء مهم جدا، يحفظه كل واحد منا. إذا حسيت بألم مثلا في جنبك، تضع يدك هكذا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد حاذر، تقولها 7 مرات بنية ويقين، وستجد العاقبة بإذن الله عز وجل. أول شيء فيه دعاء، وفيه تمجيد لله، وفيه بذل السبب للشفاء. ثم أيضا يا أحبتي في الله، إذا الإنسان استفاد من علاج أو من دعاء، فيفترض أنه ينقله للآخرين، ما يحتفظ به لنفسه، كما فعل الصحابي رضي الله عنه. لما أحس بالشفاء أصبح ينشر هذا الفضل بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياكم ويوفقنا لكل خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.